السلام عليكم. تعالوا النهارده بقى نعمل مع بعض حبة مخلل حلوين جدا ناكل منهم اليومين دول، وكمان هنخزن منهم لرمضان. انا جبت لفت وغسلته كويس جدا. اغسليه حلو قوي بالفرشة او الليفة بقى بتاعة الخضار كده، ونضفيه حلو قوي من اي تراب فيه. وجبته نقيت الكبير، اللفت الكبير بس هقطعه كده دواير وبعدين هقطعه صوابع. واوعي تخليه صوابع رفيعة عشان ما تتهريش منك. بنخليها السمك بتاع الصبع كده متوسط زي ما انت شايفة. جبت كمان جزر، لو عندك خيار، فلفل. قطعت بقى الخضار بتاعي، كمان كان عندي كرنبيت قطعته. بس وانت بتقطعي الكرنبيت اوعي اوعي تيجي جنب الوردات. هنا برضو قطعت الفلفل زي ما انت شايفة. الكرنبيت بمسكه بفصله كده بالراحة بالسكينة. مجرد ما انت فصلتي العروق هو بيتقطع لوحده. قطعت الكرنبيت صغير كده زي ما انت شايفة. هجيب بقى اللفت بتاعي. اول حاجة هشتغل فيها هضيف عليه 3 معالق كبار حلوين هرميين كده من الملح، وهقلبه كله ببعضه. وهسيبه ينزل المية اللي مش حلوة اللي بتبقى موجودة فيه، عشان ما يغيرش لونه بعد كده ويسود. لازم تسيبيه ينزل المية. هاتي الكبة بتاعتك، جبت فيها بنجراية حلوة كده، حطيت فيها قرنين من الفلفل. لو عايزة حامي براحتك. انا حطيت قرنين من الفلفل. ضفت معلقة كبيرة هرمية كده من السكر، واوعي تنسيها عشان دي سر القرمشة. كمان هضيف معلقة كده من هريسة الشطة ومعلقة صغيرة من الشطة. كمان ضفت معلقتين كبار حلوين كده من الخل، وعليهم كوباية مية بس عشان تمشيلي التتبيلة. ضربت بقى التتبيلة الحلوة دي في الكبة. 2 لتر مية كنت غلياهم وسايباهم يبردوا تماما. وبعدين هضيف عليهم 7 معالق كبار مليانين هرميين كده من الملح، وهقلب كويس جدا الملح في الخلطة دي. وبعدين هبتدي اضيف في البرطمانات. انا هنا حطيت الخضار المشكل مع بعضه كله مع بعضه كده، واللفت اللي على بعضه ده رمضان. ده بيقعد معايا شهر واكتر في البرطمان، ما بيجرالوش اي حاجة، وبيفضل محافظ على قوامه وقرمشته وطعمه، ولونه بيبقى تحفة. انا بنقي اللفت الصغير او المتوسط، اشيله على بعضه كده في البرطمان زي ما شفتي، وبجهز المية بتاعته بنفس الخليط بس بدون اضافة خل. والكبير اللفت الكبير قطعته زي ما انت شايفة كده. عملت برطمان لفت بس، والباقي لفت بالخضار المشكل. واللي هشيله بقى واخزنه رمضان ده شلته صحيح زي ما هو كده. بتيجي وقت الاكل بقى تطلعي الواحدة او 2 تقطعيهم وتخرطيهم ساعة الاكل. بيبقى حلو جدا وبيحافظ على شكله وقوامه. طعمه خطير بجد، جربيه. ده اللفت المتقطع بناكله خلال 4 5 ايام كده. ولو انت عايزاه خضار تعمليه سريع، ممكن تغلي المية وتحطي فيها الكرنبيت يغلي لمدة 5 دقايق وتطفي المية وتضيفي باقي الخضار. هتاكلي منه على طول من تاني يوم. بصي بقى هنا اللفت دوت كان عندي بقاله اكتر من شهر، والله بقاله اكتر شهر وشوية. بتطلعيها بصي اللفت محافظ على شكله وما تهرش، وطعمه بيبقى تحفة. كل ما بيقعد بيبقى كمان أحلى وأحلى. جربيه وخزنيه من دلوقتي لرمضان، ما تخافيش. أكيد هتحتاجي حبة مخلل كده في أي جنب أي أكلة هتعمليها في رمضان. اللفت بيبقى حلو قوي قوي مع أي أكل وبيليق مع أي أكل. جربيه بطريقتي بإذن الله هيعجبك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله.